السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصفتنا النهارده لذيذه ومقرمشه. هنعمل مع بعض البطاطس الفريسكس بتتبيله رهيبه. هنعملها تطلع كده مقرمشه ولذيذه وسهله. بص، من جوه طريه ومن بره مقرمشه جدا وكريسبي. قبل ما نبدا وصفتنا متنسانيش في اللايك والشير، ونسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا وصفتنا الجميله دي. هيكون معايا حبايبي البطاطس بتاعتي مقطعه صوابع بالشكل دوت. انا هنا معايا حوالي نص كيلو من البطاطس، مقطعاها كده تخين شويه، صوابع تخينه، وحطاها في ميه وخل عشان تحافظ على لونها. هيكون معايا كمان حبايبي كوبايه من الدقيق، نص كوبايه نشا، معلقه صغيره من البيكنج باودر بيدي هشاشه حلوه قوي للبطاطس بتاعتي. معانا بقى بهارات، نص معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره زعتر، معلقه صغيره بابريكا، معلقه صغيره من الكركم على الكاري، معلقة صغيرة من الكزبرة، ومعلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة كده كبيرة من البصل البودر والثوم البودر. وبعد ما خلصنا المقادير يلا بينا على طريقة التحضير. حلتنا على النار فيها كده مية مغلية، مية كده بدأت تغلي. هنزل بيها بالبطاطس بتاعتنا. انا هديها كده غلوة واحدة بس لمدة بالظبط من 4 ل5 دقايق. تمام، غلوة واحدة بس حبايبي، وهشيلها على طول. تقعد بالظبط قد ايه؟ من 4 ل5 دقايق فقط لا غير. اهي حبايبي قلبتها تقليبه كده، قعدت بالظبط اهي. بصوا الميه بدات ترفع معايا، غلت غلوه، وبعد كده قعدت 4 دقايق بس. هبدا اصفيها كده واسيبها كده في حاجه واسعه، اللي انا كل بطاطايه ما تلزقش في اختها. تمام، يعني خليها تبرد تماما، وافرد البطاطس بتاعتي كده اي كميه انا عاملاها. بصوا بالشكل ده حبايبي كده. اخلي كده كل بطاطايه بعيده عن اختها كده، مش عايزه البطاطس كده تبقى على بعض. هفردها بالشكل ده كده واسيبها تبرد تماما. هسيب البطاطس بتاعتي تبرد تماما، ونحضر بقى خلطة جبارة لطعم الفريسكس بتاعتنا. نزلت بكوباية واحدة من الدقيق، عليهم نص كوباية من النشا، هنزل عليهم كمان بمعلقة صغيرة من البيكنج باودر. هقلب كده المكونات الحلوة دي مع بعض، النشا بالدقيق بالبيكنج باودر بالشكل ده. وبعد كده حبايبي هبدأ انزل على كل البهارات بتاعتنا اللي قلناها مع بعض. بهارات الفريسكس كده هتوديها في حتة تانية خالص. هقلب كده المكونات الجافة دي كلها مع بعض. هعمل ايه بقى حبايبي؟ هقسم الخليط ده على 2. هقسمه كده على نصين، شوية كده هنا للكفر بتاعي، وشوية هحولهم كده لعجينة او خلطة هنزل عليها البطاطس بتاعتنا. هقول لكم ازاي دلوقتي. اهو قسمت كده بالظبط كده بالنظر على 2. النص ده هبدأ انزل عليه كده شوية مية. انا عايزة اعمل زي عجينة، عارفين عجينة الكريب؟ هعملها عجينة كده سايلة، ولا تقيلة قوي ولا سايلة قوي. تمام، زي عجينة الكريب بالظبط. هفضل انزل بالمية كده، مقدار المية على حسب نوع الدقيق بتاعك، على حسب هي هتطلع معاكي قد ايه. هفضل انزل كده شوية بشوية واقلب لحد لما احصل على عجينة مماثلة لعجينة الكريب بالظبط. اهو حبايبي طريقتها سهلة وبسيطة جدا. هفضل كده ادوب شوية الدقيق، وهنزل بالمية بالتدريج لحد لما احصل على القوام اللي انا قلتلكوا عليه، زي عجينة الكريب. ولا هي عجينة سايلة قوي ولا عجينة تقيلة قوي. شوية بشوية. هنا انا لقيتها هنا تقيلة، بحاول اخففها بشوية مية، هتبقى معاكم وتظبط وتبقى زي الفل. بالشكل ده حبايبي اهي، دي القوام المناسب كده لعجينة الفريسكس بتاعتنا، وده القوام المطلوب. بصوا عاملة ازاي. ودي يا حبايبي كده الطريقة الأصلية بتاعة الفريسكس، هتطلع معاكوا أحلى من بتاعة المطاعم. مقرمشة جدا، كريسبي من بره وطرية وحلوة من جوه. كده ما شاء الله العجينة هيت خلاص ظبطت معايا. بص قوامها جميل ازاي، ده اللي بقولكوا عليه. وسط اهي، مش خفيفة قوي ولا تقيلة. ده كده أول ما توصلي للمرحلة والقوام ده يبقى انت تمام ماشية الخطوات خطوة بخطوة زي الفل. دلوقتي البطاطس بتاعتنا بردت اهي تماما، وكل واحدة لوحدها. هبدأ دلوقتي انزلها على العجينة اللي عملناها مع بعض، او الخليط اللي عملناه مع بعض. هنزل كده كمية البطاطس بتاعتي كلها في الخليط ده، واقلبهم تقليبة حلوة كده كده. انا هنا بضيف كده شوية من البطاطس بتاعتي لحد لما احاول اغلفها كلها بالعجين، واضيف غيرها. انا عايزة كل البطاطس تتغلف بالعجينة ديت. تمام، يعني كلها كده تكون متغلفة بالعجينة دي. اقلب كده كل البطاطس مع بعض لحد لما اخلص الكمية بتاعتي كلها بالشكل ده حبايب قلبي. وبعد كده هبدأ انزل كده بالتدريج على الكفر بتاع الدقيق اللي عملناه مع بعض، واحدة واحدة كده، يعني متغلفة بالعجين. وانزلها بالشوكة كده على الدقيق، وبايدي كده ابدأ اغلفها كويس قوي بالدقيق او بكفر الدقيق دوت. برضو وانا برصها في الصينيه كده، ما نحطهاش على بعض عشان ما تعجنش مننا. تمام، امشي بالخطوات دي واحده واحده، تطلع معاكي كريسبي وزي الفل.
واحده واحده كده حبايبي بايدي كده بغلفها كويس قوي بالكفر الدقيق المتبهر اللي عملناه مع بعض. ولو عايزه الكريسب بتاعها عالي قوي تعملي الخطوه دي مرتين، يعني مثلا مره تنزليها على الدقيق ومره تانية تنزليها على العجينه وهكذا. تكرري المرحله دي مرتين هتبقى معاكي كفر عالي جدا زي كنتاكي كده بالظبط. كريسبي من بره كويس قوي قوي، بس هي والله مش محتاجه، انا هنا عملتها خطوه واحده بس وطالعه معايا مقرمشه وزي الفل. كده بدات اخلص الكميه بتاعتي كلها بالشكل ده حبايبي اهو. برضو انا برص زي ما قلت لحضراتكم، برص البطاطس بتاعتي مش بحطها كلها على بعض، لا جنب بعض كده عشان ما تعجنش. هبدأ الوقت كده وانا شغالة اهو، خلصت الكمية بتاعتي كلها بالشكل ده حبايبي. اللهم بارك، طريقتها سهلة وبسيطة جدا. انا هنا سايبة على النار المقلاية بتاعتي، فيها زيت غزير كده، زيت سخن غزير، اتأكد ان هي سخنت كويس قوي. هبدأ انزل عليها حبات البطاطس بتاعتي، اقليها عادي خالص لحد لما تاخد معايا اللون الذهبي الجميل والقرمشة فوق الرائعة. اهو اتأكدت اهوت اللي الزيت معايا سخن. هبدأ انزل بكمية البطاطس. طيب وانا بنزل البطاطس برضو ما بنزلش كمية كبيرة، يعني بنزل كده جنب بعض ما يبقاش لازقين على بعض، عشان خاطر برضو دي عبارة عن عجين، فمش عايزاها تبوظ مني او تعجن مني او كده. امشوا بالخطوات هتبقى معاكم كريسبي وجميلة جدا جدا. نزلت اهو بكمية كمية، خلص واحط غيرها تمام، ما احطش كده مرة واحدة، لا حبة حبة كده ما بين الواحدة والتانية في مساحة. تمام بالشكل ده حبايبي اهوت. اول ما الاقيها اخدت لون ذهبي كده هبدأ اقلبها لحد لما تستوي معايا، وبعد كده هبدأ اهدي النار عشان البطاطس معايا تستوي من جوه وتبقى جميلة جدا. بص اللون الذهبي الجميل دوت. طبعا انا بنزلها على مناديل مطبخ، عايزه اقول لكم الطريقه دي ما شاء الله مش هتبقى شاربه زيت خالص، طريقتها جميله فوق الرائعه. زي ما قلت لكم حبايبي هنزل كده حبه حبه، مش هنزلهم مره واحده تمام. اخلص كده الكميه بتاعتي وعلى مناديل مطبخ بنفس الطريقه تاخد اللون الذهبي الفوق الرائع دوت. بصوا يا حبايبي عامله ازاي، عايزه اقول لكم عليها قرمشه مقرمشه جدا جدا من بره، وطريه وحلوه من جوه، غير طعم التتبيله طعمها في حتة تانية خالص بجد. جربوا الفريسكس بالطريقة دي، الأطفال هتحبها والكبار كمان. بصوا عاملة زي اللهم بارك، أنا هنا مش عارفة أمسكها عشان سخنة. بصوا ما شاء الله عاملة ازاي، بجد طعمها في منتهى الجمال. جربوها وعلى ضمانتي هتدعولي كتير. كنتاكي كده في نفسها فوق الرائعة. خلصت هنا الكمية بتاعتي كلها اللهم بارك. عايزة اقول لكم قرمشة حلوة قوي، جميلة جدا جدا جدا، هيحبها الكبار والصغار. بصوا القرمشة بتاعتها، اسمعوا كده الصوت، مقرمشه جدا جدا ومن جوه طريه وجميله، تتبيله فوق الرائعه. عايزه اقول لكم دي طريقه الفريسكس الاصليه، جربوها بالطريقه دي هتعجبكم قوي. تتبيلتها جميله وطريقتها اجمل واجمل. لو حابين تغيروا كده في طعم البطاطس جربوا البطاطس الفريسكس بالطريقه دي هتعجبكم. اتمنى تكون وصفتنا نالت اعجابكم. دمتم في امان الله ورعايته. ان شاء الله استنونا في وصفات احلى واقوى. متنسوش تدعموني باللايك والشير، واللي لسه ما اشتركش في القناة يفعل زر الجرس عشان ان شاء الله يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم.